السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين متابعين قناتي، من زمان ما عملتلكوش فود ريفيو وتحليل لمطاعم مصر في التيك اواي، شاورمات، سندوتشات، فتات، همبرجرات، كفتات، مشويات. وحشتوني. الصيف دخل فقلنا نغير رتم القناة شوية من السياسة، والنهاردة كنا في محل جديد الناس شكروا فيه جدا، محل همبرجر اسمه برجريست في الشروق، في مدينة الشروق اسمه برجريست، والناس شكروا فيه. ده الكيس بتاعه، برجر برجريست برجر. ده في الشروق في مول اسمه فاليو، وده المنيو بتاعه. وطلبت انا في عنده 4 سندوتشات انواع برجر: كلاسيك سماش برجر، تشيز سماش برجر، تشيلي سماش برجر، ناتشوز سماش برجر. انا طلبت الكلاسيك الدبل كلاسيك سماش برجر. بيبقى عبارة عن سندوتش همبرجر دبل، حتتين لحمة، وطبعا عيش بريوش، وصوص الشيدر وخس، وصوص بيجن تيستي، وصوص الباربيكيو. فيلا بقى نشوف اخبار البرجرست سماش برجر في الشروق ايه، وربنا يسهل ويعجبكم ويعجبني. انا طلبت الساندوتش دبل ومعاه فرنش فرايز، وادي الفرايز هنا اهي. طلعت الكرينكل فرايز حجم كبير ما شاء الله، ومليانه وايه شكله يشبع، وعليها التوابل بتاعتها. ادي الفرايز اهي. مهم. مهم. شايفين فرايز جميلة، مليانة وحلوة ومتبلة ما شاء الله عليها. بص ما شاء الله، حلو حلو. الفرايز جميلة، مش مزيتة قوي، تتبيلتها هادية وحلوة، والكمية جميلة، واديها 8/10. شايفين يا جماعة؟ طبق فرايز علبة. خش بقى على الهمبرجر. احنا طلبنا الكلاسيك سماش برجر دبل، كلاسيك سماش برجر الدبل. ادي الهمبرجر اهو، كبير ومليان جبنه، متغرق جبنه شيدر اهو. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ معلش بقى بصوا، مليان جبنه اهو، متغرق من جوه في صوص اللي مش عارف ايه ده، البصل الكارملايزد، وفي من تحت مايونيز بقى ولا بيجن تيستي. شكله كبير وعظمه ويا مسهل. هنشوف. بسم الله بسم الله. مش باين هو كده، بس لما نرفعه هيبان. شكله كبير وحلو وعظمه. بسم الله. هو مع اول قطمه اكتر حاجه بتشدك وبتحس بيها الكارملايزد اونيون، اللي هو البصل اللي هو مسكر ده، اللي هو محروق ومسكر يعني. بعد كده صوص الجبنه مش باين قوي، هو خفيف، هو صوص خالص يعني. شايفين؟ خفيف وبينقط. بصوا عاملين ازاي، يعني ايه بينقط خالص، مدلدق. يعني صوص الجبنه لازم يظبط عن كده، يبقى اتقل ويبقى احلى من كده، عشان خفيف قوي. جرب تاني. العيش ما شاء الله عليه، العيش جميل وطري. اللحمه انا حاسس بيها بس مش متبله قوي، توابلها خفيفه جدا، مش حاسس انها مميزه كتتبيله. لحمه الهمبرجر نفسه انا هحط شويه كده ايه كاتشب ونشوف. طبعا صوص البيجن تيستي مش باين قوي برضو. هو اكتر حاجه طاغيه في التيست الكارملايزد اونيون، اللي هو البصل المتكرمل، والجبنه اللي هي السايحه دي. طبعا نوع الجبنه ده يعني لازم يتحسن عن كده.
والهمبرجر لازم يزودوا سنة ملح فيه وشوية توابل، انما هو همبرجر كبير مشبع. الوجبة دي ب150 جنيه بالبطاطس، مش وحشة، بس ما فيهوش تيست مميز قوي كهمبرجر، فلازم يميز التيست بشوية توابل وملح وفلفل حلوين. انما كحجم جميل، كان هو فريش وطازة ممتاز، العيش تمام. فنديله عشان الحجم، عشان الكمية وكده 6.5 7 بالكتير. انا ممكن ارجع له تاني واروح له تاني، بس لو ظبط شوية التوابل والملح على الهمبرجر. البطاطس زي ما قلنا تمام، اديها 8/10 7.5 8/10، ووجبة مشبعة وحلوة. اسمه برجريست في الشروق، جربوه يا ريت يعجبكم وقولوا لنا ايه رأيكم. اعزائي المشاهدين، كان معكم المهندس بسام صالح من الشروق، وتجربة مطعم برجريست وساندوتش السماش كلاسيك برجر الدبل مع الفرايز والحبش التكنات بتاعته والحاجات دي كلها. شكرا لحسن المتابعة أعزائي المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين، وتفضلوا معانا، ودايما نشوفكم على خير وصحة وسلام والنصر والشموخ والعزة والكرامة لأهل غزة والشعب الفلسطيني الغلبان. شكرا، ميرسي.